هذه مناسبة نضالية كبيرة وسعيدة تتمثل في افتتاح المقر الإقليمي للكتابة الإقليمية لحزب التقدم الاشتراكي بخريبكا، ومناسبة أيضا لإطلاق بوابة إلكترونية للفرع الإقليمي من أجل تجميع آراء واقتراحات المواطنات والمواطنين بشأن النضال السياسي اليوم، بشأن من سيمثلهم غدا من أجل الدفاع عن قضاياهم بحق وبنضال قوي بجد ونكران ذات. وهذا هو حزب التقدم الاشتراكية، وهو يحضر نفسه لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة 23 سبتمبر من خلال برنامج انتخابي قوي بدعامات قوية تستجيب لطلعات المواطنين وتجيب عن دقة هذه المرحلة، تجيب أيضا عن معاناة المواطنات والمواطنين مع محصلة حكومة اليوم أضرت كثيرا بقضايا المجتمع على مستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، أضرت بمصالح المواطنين وبقدرتهم المعيشية، أضرت أيضا بالتوجهات التي يجب أن تعقلن عمل السياسي وتدفعه نحو تحقيق ذوات كل الفئات الاجتماعية. هذا حزب التقدم الاشتراكي اليوم يفتح النقاش من خلال هذه البنية الاستقبال، هذا المقر ليكون مدرسة لاستقبال شباب وشابات طلبة طالبات باختلاف أيضا الفئات الاجتماعية بمهنهم بما يمكن أن يقدمونه من خلال الأدوار المجتمعية والمجتمع المدني والمجتمع أيضا النقابي، حتى يكون هذا فضاء للحوار والنقاش، ويكون أيضا منطلق النضال والدفاع عن قضايا هذه المدينة وهذا الإقليم، وكذلك إعلاء راية حزب التقدم الاشتراكية، هذه المدرسة السياسية وهذا الحزب المناضل الذي نفتخر بالانتماء إليه. ويشرفنا اليوم هذا العمل الذي يقوم به الكاتب الإقليمي للحزب الرفيق علال البصراوي ومعه ثلة من أطر والكفاءات القيادية في المكتب الإقليمي ومختلف الفروع ومختلف منظمات الحزب، لنقول بأنه اليوم نشكل نموذجا وطفرة ودينامية سياسية نتمن عليها هذه الجهود، ونحيي المناضلات والمناضلين، ونعتبر اليوم أن نقدم رسالة مفادها أن بلادنا بخير، وأن إعادة الثقة لمنسوب الحياة السياسية ممكن جدا بعمل صادق نابع من القلب بقوة النضال الحقيقي وبرجال ونساء عازمون على التضحية وعلى البناء بنكران ذات وبجد وتفاني. هذا هو مشعل النضال اليوم ينطلق من خريبكا فخورا بذلك، وله ايضا اثار ايجابيه في محاربه الفساد ومظاهر يعني الاضرار بالعمليه السياسيه والديمقراطيه من خلال تجار ومحترفي الانتخابات. لنقول هنا التغيير ضروري وممكن بمشاركه جماعيه وقويه للمواطنات والمواطنين، سلاحهم قوي وهو صوتهم الانتخابي ثمين ولا يقدر باي ثمن، وعليهم ان يعطوه لمن يستحقوه وأن يراقبوا منتخبيهم وممثليهم في كل المجالس من البرلمان إلى الجماعات الترابية باختلافها. هي مسؤولية جماعية ومسؤولية الدولة أيضا في أن ترعى العمل السياسي وتحدد له مقومات وضمانات وتضرب من يد بالحديد على كل من سولت له نفسه المتاجرة بالمواطنين وبذممهم والبيع والشراء بالانتخابات. لنحارب هؤلاء، لنتحدى تجار الانتخابات وسماسرة الانتخابات، ونقول بأنه هناك فئات اجتماعية تنتظر أدوار مثل هذه من داخل التقدم الاشتراكية لنعزز ثقتها ونعيد لها بريق عملها النضالي وندفعها نحو العودة إلى مجال العمل السياسي والعمل بجد واجتهاد. وبالتالي نحن واثقون من بلوغ هذا المنى وهذا المنال دائما بعزم واجتهاد وبمواصلة النضال الذي وصله هذا الحزب ليس ولد اليوم بل اليوم لأكثر من 80 سنة. اليوم كنوصلوا 84 سنة من العمل والنضال، ويستمر العطاء في ظل الوفاء لهذا الوطن والوفاء للنضال والجماهيري الشعبية.